علاش نبيل معلول بالذات يقود في عمليه التسخين؟ والله ما فيهاش سؤال ما كنتش ننتظره في الحقيقه. Très difficile. L'équipe africaine, c'est une bonne équipe. قول المقابلة اليوم تستعد عليك انت الكل. ايه انا لا ما صحابي الكل ان شاء الله. اذا النادي الرياضي الصفاقسي دخل في هذه المباراة منقوص من 6 عناصر اساسية، بينما النادي الافريقي لعب تشكيلته اللي لعبت الاسبوع الماضي ضد مستقبل جابس، وهذه اول عملية وهفوة فاتحة وضربة جزاء واضحة لسامي التواتي في الشوط الاول لصالح النادي الافريقي. ثم النادي الرياضي الصفاقسي في هذا الشوط لعب بذكاء عن طريق محمد صالح مفتاح في مرة أولى. محمد صالح مفتاح هنا يطالب بضربة جزاء، لكن التدخل ما كان شرعي. والله غالب ما عنديش زر ما عنديش زر لا اكثر ولا اقل. سامي شعبان يغادر الميدان ويزيد في حارس نادي الرياضي الصفاقسي، وعتوقة ما هوش فرحان بأداء فريقه. مش فرحانين على خاطر فما ديكالاج كبير ما بين الدفاع والهجوم، وما مازلنا ما لقيناش رواحنا صراحه. عتوقة ينادي على حسام حاجة علي، وحسام يدخل في الشوط الثاني ويحير هجوم الافريقي. مش تسجل ولا؟ والله واحد يلعب مليح ان شاء الله، كان جاب البونت مرحبا به. فعلا سامي الاهداف تجي، وهذا اولها الهدف الاول توزيع من حسام حاجة علي، وسامي التواتي يغالط الحارس البدوي ويسجل الهدف الاول باش نشاهدوه من زاويه اخرى من وراء المرمى. اذا بعد هدف سامي التواتي يتحير شويه النادي الرياضي الصفاقسي، لكن الزيتوني كان بالمرصاد لجل عملياته، والهدف الثاني دائما عن طريق سامي التواتي، إعادة من زاوية أخرى. سامي وعدنا بالتهديف وسجل. بداو بريتم باهي في الدوزيام ميطا، نحبوهم يكملوا معناها كيما بداو الماتش. الشوط الاول ما كناش في المستوى نتاعنا، لما نكونوا في المستوى هذا لا، هذا مستوانا. فعلا لما لعب نادي الافريقي على مستوى في الشوط الثاني جات الاهداف، وهذا الهدف الثالث عن طريق سمير السليمي اللي من بعيد يغالط البدوي، ما ثم حتى اي مدافع باش يقلق سمير السليمي عند التسديد. ثم والهدف الرابع والاخير، شاهدوا كيفاش النادي الافريقي يدخل في دفاع نادي الرياضي الصفاقسي بسهوله، الدفاع يتلخبط وعادل السليمي سجل الهدف الرابع. نادي الرياضي الصفاقسي اليوم صحيح لعب منقوص من 6 لاعبين، سويح لقيت طرابلسي حافظ طرابلسي وعمر بن طاهر، ولكن الهزيمه ب4 أهداف مقابل 0 كانت ثقيله.